التمرين نفسه متعب، والم العضلات انت ما بتقدرش عليه. برضو ارجع للنقطه اللي انت لازم تضحي، هو الحوار مش بالساهل، بس الم العضلات ده والله اقسم بالله هيجيب لك نشوه بعد كده. انت حرفيا في هرمونات بتتفرز في دماغك وانت بتتمرن، الهرمونات دي اثبتت انها احلى من المخدرات، فانت بيجيلك مخدر طبيعي ما بيجيلكش الا وانت بتتمرن في اقصى مراحل التمرين، اللي هو الماسل فيلير، اللي هو الفشل العضلي. الحاجات دي بتطلع من حاجات زي المورفين. انت عارف يعني المورفين ده مخدرات تقيله جدا وقويه جدا واضرارها بالهبل، بس انت تخيل ان انت ممكن تطلع هرمون الاندروفين ده من حاجه بسيطه زي التمرين. فاهمني ازاي؟ حرفيا التمرين هيجيب لك نشوه والم العضلات ده فتره مؤقته ما بتكملش شهر ونص، وبعد كده هتبدا تتعود عليه، وبعد كده الالم العضلات ده هيجيب لك نشوه وهيبسطك، وهتحس ان اليوم ما بيكملش الا لما انت تنزل الجيم وتقطع في العضله اللي هي اليوم ما بيكملش الا لما تعمل كده. فصدقني هتنبسط. انت بتبقى تعبان قوي قبل الجيم، بتحس ان مستويات الطاقه بتاعتك مفشوخه وحالتك صعبه وهتنام. وقبل الجيم كده انا شخصيا كنت جسمي اللي هو بعرف انا رايح اتمرن، فكنت باكل كتير قوي 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 ايام ما كنت تخين يعني، فكنت قبل التمرين باكل كتير قوي قوي عشان احس ان انا رايح اتمرن، فجسمي بيتاهب، فانا لازم اعوض الكالوريز اللي هخسرها دي، فكنت بروح اكتر ما رجعت. الحوار ده اللي كان بيحصل يعني. فده حله اللي انت تكون مستعد للحظه بتاعت الجيم دي. انا عارف ان روحي هنزل في الميعاد الفلاني، فانا هكون شارب قهوه قبليها، بحيث ان القهوه بتاعتك تبقى ساده، بس انت مش هتشرب قهوه بسكر قبل الجيم يعني، مش عايزين غباء. القهوه بتاعتك بتكون ساده بحيث ان هي هتسد نفسك وهتفوقك وهتكون حاجه زي الفل يعني. والحاجه اللي انصح بيها جدا 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 تاكلها مع القهوه وتاكلها قبل الجيم نص ساعه، التمر. فيه كميه فوائد لا نهائيه، بيديك طاقه لا نهائيه، ومع القهوه بيديك طاقه لا نهائيه اس 2. فهو الحوار رايق رايق رايق، وبتتمرن بتحس فعلا بالنشاط وانت بتتمرن، وما بتزهقش بالحوار التمرين ده. وكمان ازيتك من الشعر بيت، لو انت اتمرنت وخدت اللي هي الدقيقه الكامله ما بين العده والثانيه، وانت طبعا دلوقتي لو انت اول مره تنزل الجيم، فانا عارف ان انت مش عارف يعني ايه عده ويعني ايه مجموعه ويعني ايه بار ويعني ايه دمبل، الحاجات دي كلها هتعرفها، ولو ما عرفتش اوصلها لك بالقدر الكافي، عشان معلش المستوى اللي انت فيه قليل قوي عليا وقليل قوي على ناس كتير، بس انا عارف اللي انت فيه، عارف الاحساس اللي انت بتمر فيه. فلو في حاجات نقصت مني هتلاقيها برضه موجوده على الكوميونتي، وممكن تسال في اي وقت اي حد على الباحه العامه ده معناه ايه، ده معناه ايه، ده معناه ايه، وكل الناس هناك تبقى شبهك، كل الناس هناك تبقى يا معلق عليك بخطوه يا قبلك بخطوه. فالحوار هيكون انت بتحس ان في واحد اعلى منك وفي واحد اقل منك، فانت هتتعلم من ده وهتفيد ده، وهتكون الحوار فعلا فعلا لذيذ ومفيد. وما تخافش الباحه العامه ببلاش. شكلي بيبقى عبيط قوي في الجيم وببقى عايز اروح وخلاص. انت ممكن تكون خدت التجربه ودوست دوسه كده في مره من الاوقات او في وقت من الاوقات اللي انت مش عاجبك الوضع اللي انت فيه، وقررت تنزل الجيم كده عمياني ومش عارف ايه اللي بيحصل وعايز اتمرن وخلاص. اولا احييك اللي انت خدت خطوه زي دي، انت كده اثبتت لنفسك واثبتت لي اللي انت شخص لما بتكون في وضع مش عاجبه بيغيره وخلاص، بيحاول على الاقل. تمام؟ فانت كده احسن فعلا من 90% من البشر. فاللي حصل غالبا في اليوم ده اللي انت رحت كان شكلك عبيط ومش عارف ايه المفروض تعمله، ومش عارف الحاجات دي بتتلعب ازاي، ومكسوف او محرج تسال حد، عشان انت كل شويه هتسال نفس الراجل غالبا على حاجات طب بديهيه، تبان بديهيه، فتحس ان انت غبي، فتحس ان انت مش مرتاح، فتكون عايز تمشي. فده طبيعي. برضو هيكون التمبلت اللي انا عامله ببلاش، هيكون في شرح لكل تمرينه بتتعمل ازاي بالفيديو، مش لازم تكون بتفهم الكلام اللي بيتقال فيه، انت بس هتكون متابع الفيديو وتكون متابع الحركات، والحوار هيكون سهل يعني. الحوار مش علم فيزياء، هو الحوار بيكون سهل جدا، هو بس تعود على دي بتتشال ازاي ودي بتترفع ازاي وخلاص. بعد كده انت هتقول لواحد انا عايز اتمرن تمرين الدراع النهارده، هيقول لك خش لي مثلث وبار ومسطره وخش لي ارتكاز وخش لي، فانت هتكون فاهم الكلام ده كله وبتعمله في لحظه يعني. انت هيقول لك بتلقط على طول معاه، بتلقط معاه على طول، فالحوار فعلا هتنبسط بيه بعدين. وكمان التمبلت اللي انا عامله هتخش هتلاقي عليه خطه كامله اللي انت النهارده هتروح تعمل ايه وبعده هتروح تعمل ايه وايام الراحه بتكون امتى، كل الكلام الجميل ده هتلاقيه هناك وببلاش. فبرضه هتنبسط من حوار التمبلت ده، انا عامله فعلا باخلاص وبحب، ونفسي اكون عملت لك حاجه مفيده، ويا رب تدعي لي يعني لو انا فدتك بحاجه. مش عارف ازاي اتمرن من غير ما يجيلي اصابه، او خايف يجيلي اصابه او يعني هو طبيعي اللي انت تحس بكده يعني. في ناس فعلا بيجيلها هاسس ان انا خايف يجيلي اصابه والحوار ممكن يجيلي عاهه ومش عارف اتمرن بعد كده. فالحوار ده ما يقلقش طول ما انت مش من النوع اللي هو انا عايز اخش هات لي اتقل دمبل في الجيم ده يا ابني، هات لي اتقل بتاع في الجيم ده يا ابني عايز اشيلها دلوقتي. لا، انت طول ما انت مش كده، طول ما انت عارف
انت فين، وبتعلق على روحك خطوه بخطوه حاجه بسيطه، وبرده بتسال ناس حاسس ان هي فاهمه، مش بتسال اي حد. ويفضل جدا طبعا ان انت تكون معاك كوتش او حاجه اونلاين. وعلى فكره صاحب الجيم ذات نفسه بيكون فاهم جدا التمارين وفاهم كل حاجه، فانت هتروح تساله هو بينبسط. يعني انت اوعى تكون مفكر ان هو مش طايق حد ومش عارف. يعني بص هو فعلا بينبسط عشان هو بيحسك ميزه ان الانسان بيحب يعلم، ان في حد مش عارف النقطه دي بيحب يعلمها له. دي حاجه بتدي شعور كويس للبني ادم. فانت صدقني في اي حاجه، اي حاجه حرفيا، لو حسست حد اللي انت مش عارف في الحاجه دي وهو عارفها وعايز تتعلم منه، وهو بيكون مبسوط بكده. غالبا صاحب الجيم بيكون موجود في المكان 24 ساعه. يعني دي بتتعمل ازاي وازاي اعملها عشان ما يجيش اصابه، احسن بكتير من الحوار ده تتفرج على الفيديو بس وخلاص يعني. بس برضو ما يمنعش اللي انت لو خايف من تمرينه معينه لازم تكون تسال اي حد حواليك دي بتتعمل ازاي ودي بتتعمل ازاي ودي بتتعمل ازاي. ولو حسيته مش فاهم او حسيته بيهبد اسال غيره، يعني تسيبه يمشي او سلك له واسال غيره. برضه ما تمشيش وراه عمياني. بتبان ازاي بقى؟ في واحد تقول له انا عايز انزل مثلا بنش واطي، هيقول لك بص هو انت هتقعد على الدكه دي وتمسك البار وتعمل كده تمام. فهو ده انت تحسه مش فاهم، فعشان تطمن نفسك تسال واحد تاني هتقول له نفس السؤال انا عايز انزل بنش واطي، فيقول لك بس يا باشا انت هتجيب البار ده وتحطه على الجهاز اهو الدكه اللي هناك دي وهتنام وهتعمل كذا وخلاص. بص ده راجل فاهم هو بيعمل ايه بالظبط، فانت تكون زي الفل وتكون مطمن له مش عارف ايه وحبذا. هو غالبا هيجي معاك اصلا ويوريك تعملها ازاي، يعني ما تقلقش. مش عارف الوضعيات الصح، برضو الفيديوهات بتوريك جدا الوضعيات الصح. شرح الناس دي بيكون مبسط جدا صدقني، لو انت بتتصايع حرفيا هتفهم. فما تقلقش من نقطه اللي انت مش عارف الوضعيات الصح دي سهله جدا. وبرضو الكوميونتي بتاعنا هتخش وتسال حد مثلا انا عايز اشوف احسن طريقه اللي انت تعمل كذا، هتلاقي حد بعت لك فيديو في خلال 5 ثواني شوف طريقه احسن حاجه دي والعلم بيقول لك ايه. وبص هتلاقي حد بيفيدك فعلا. بمل بسرعه من الجيم والتمرين، هي دي حاجه مفهومه رغم عبطتها، بس برضو وضع اللي انت تمل ده معناه ان انت مش مقتنع بالنتيجه، ومش مقتنع ان انت الحاجه دي هتجيب لك نتيجه او عائد مردود احلى بكتير من اللي دخلته فيها. فاللي بيحصل دلوقتي اللي انت لازم تكون مؤمن ان الحاجه دي هتوديك في وضع احسن. انت هقول لك على حاجه، لما انت بتيجي تتمرن التستوستيرون بتاعك بيزيد. تاني هقول لك تاني، التستوستيرون بتاعك بيزيد. فلما التستوستيرون بتاعك يكون عالي انت حرفيا بتكون اذكى يا بني ادم. افهم الكلمه دي. لما انت عارف يعني ايه تكون اذكى، ولنقل اللي انت جيت ليله فاينل ربنا ما يوريك وكان مطلوب منك تقفل الماده دي قبل الامتحان ب 24 ساعه، فانت دلوقتي بقيت اذكى بحيث ان انت بتنزل الجيم كل يوم فالتستوستيرون بتاعك عالي، فطبيعي تكون اذكى شويه. فاللي بيحصل اللي انت اوتوماتيك بيجي لك افكار ازاي بالظبط هتعمل ايه، والخطه بتترسم في دماغك من قبل ما تبدا. فبتلاقي نفسك خلصت اللي انت بتخلصه في العادي في اسبوع خلصت في نص الوقت ودخلت الماده وجبت نتيجه حلوه. يعني انت متخيل ازاي؟ وده بيحصل اقسم بالله بسبب التستوستيرون، مش بسببه هو بس يعني. بس انت لما تكون ملتزم بحاجه انت دماغك بتكون تهيأت للوضع الجديد ده، فانت فعلا بتكون شكلك بيتغير، وشك بيتغير، وتفكيرك بيتغير. فانت حرفيا بتاخد قرارات احسن في كل حاجه حرفيا. فانا بس بحاول اغريك تاني من ناحيه ان هو انت مش مقتنع بالنتيجه. صدقني النتيجه تستاهل. وبرده في نقطه اللي انت بسببها ممكن تكون بتمل، اللي انت الخطه بتاعتك ما بتتغيرش. فانا انصحك ان انت تغير التمرين كل 3 شهور، ويا ريت تحاول ان هي ما تكونش اقل من 3 شهور. ممكن تغيرها كل شهر ونص مفيش مشاكل عادي على فكره، بس يا ريت ما تعملش اقل من 3 شهور عشان لما انت تثبت على التمرين 3 شهور وبعد كده تغيره جسمك يكون بدأ يتعود عليه وخد وقته كده ان هو يعني ايه يستوعب التمرين كله، ووصلت لاحسن استفاده العضله ممكن توصل لها من التمرينه دي. فبعد ال3 شهور بتقوم مغير التمرينه دي، فالعضله بتشوف شكل تاني، بتشغل زوايا تانيه، فانت بيكون عندك كونسيستنت بروجرس على طول. العضلات بتاعتك بتشوف الزاويه دي والشكل ده والشكل ده، فانت على طول بتكون فريش كده، بتحس ان التمرين بيجيب فيك اكتر من الاول. عارف انت اللي بيغير الجرعه بيزود جرعه بقلل جرعه، انت بتعمل حاجه شبه كده تمام. فلو انت بتزهق من التمرين بسرعه قوي غير التمارين كل شهر ونص، فده برضه هيفيدك في الكوميونتي. انا عايز مثلا بديل المثلث في التراي، فانت هتخش على الكوميونتي عادي انا عايز بديل المثلث في التراي، هتلاقي 100 واحد قايل لك خش تعمل كذا تعمل كذا بالشكل الفلاني، حد بعت لك فيديو، حد بعت لك صوره، فاهم؟ الحوار هيكون فعلا ممتع يعني بالنسبه لك، وتروح شايل دي وحاطط دي، شايل دي وحاطط دي. ومش لازم تعمل كل الجدول في يوم واحد، انت ممكن مثلا النهارده راح اتمرن دراع، النهارده هغير بس تمرينه التراي دي، والاسبوع اللي جاي هغير تمرينه الباي عشان انا مثلا راح العب دراع النهارده فهغير تمرينه الباي دي الاسبوع اللي جاي. بس بعد كده غيرت في اسبوعين تمرينه التراي والباي، فانت كل يوم بتعمل حاجه جديده، فانت كل تمرينه بتكون جديده، فانت مش الحوار ما بيجيش مره واحده، وفي نفس الوقت بتاخد الحموه بتاعه التغيير دي، فبتكون مبسوط
الحرق بتاعها عالي قوي او واطي قوي ومش بيبان فيها تمرين. خليني اقول لك ان دي حجه، و99% من الوقت الحوار ده بيبقى في لو انت قلقان قوي يعني وشاكك ان هرموناتك هي السبب. وعلى فكره انا كنت كده شاكك ان هرموناتي هي السبب، عشان بالمناسبه انا كنت مولود تخين، حرفيا مولود تخين، نازل من بطن امي تخين، ولحد بعد الاعداديه تخين، وكنت شاكك ان الحوار هرمونات، مش عندي حرق ومش عندي. رحت عملت تحاليل كان غالي وقتها بالنسبه لنا يعني، مفيش حاجه، حرفيا مفيش اي مشكله، حرفيا مش عندي اي مشاكل في حوار الهرمونات ده. فالحوار كان نفسي. في واحد ممكن يكون حرقك اقل من حد، ممكن يكون حرقك اعلى من حد، بس انت بتبقى في رينج الطبيعي. وحتى لو حرقك واطي او عالي قوي ممكن تطمن بنفسك وتتاكد ان الحوار ما فيهوش اي حاجه. ممكن تروح تحلل التحليل ده وما فيش اي حاجه، تسال برضو على بحث جوجل كده او تسال دكتور هيقول لك تعمل ايه. بتكشف في اي حاجه اسال دكتور انا عايز اعمل تحليل هرمونات عشان انا حاسس ان الحرق بتاعي واطي، هيقول لك تعمل تحليل اسمه ايه بالظبط، واقرب مركز تحليل منك وهتمشي الليله يعني لو انت قلقان من الحوار ده بالذات يعني. بس برضو انا اقسم لك ان 99% من الوقت الحوار بيكون حجه، مجرد حجه مش اكتر. فالتمرين مش بيبان فيك بسبب حاجات معينه، ان انت ما بتاكلش كويس او ما بتتمرنش كويس او ما بتنامش كويس، غير كده انت طبيعي، غير كده انت مش عندك مشكله، تمام. وفي نقطه شبهها اللي هو انا قصير خالص مش بيبان فيها تمرين، او انا طويل جدا مش هيبان فيها تمرين. لو انت قصير فانت عظمك قصير فعضلاتك قصيره، فانت مش محتاج المجهود اللي هيعمله الشخص الطويل ده كله عشان يبني الكتله العضليه دي كلها. فانت هيبان فيك التمرين اسرع بكتير عشان انت شخص قصير، والحوار هيكون ممتع اكتر بكتير بالنسبه لك. ولو انت شخص طويل وحسيت ان هو بقى شوف او انا بقى طويل ومش هعرف اعمل الحاجات دي كلها، بس يهبل، انت هتاخد مده اطول والحوار هيبان فيك بعد مده اطول بس في الاخر انت هتكون طويل وعندك عضلات شكلها حلو، فانت برضو وصلت لنتيجه زيه احسن من الشخص القصير، فانتوا الاتنين كسبانين.